لماذا البعض منا يا إخوة أزال من ذهنه حفظ القرآن مع أنها منزلة عالية، حتى أن هناك من بعض المحدثين من استنبط من حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، استنبط منه أن الشخص الوحيد في الآخرة الذي تتوقف جميع أعمال الناس إلا هو، تتوقف جميع حسنات الناس إلا هو الشخص حافظ القرآن، لأن الله يقول له اقرأ وارتقي، فهو الوحيد الذي الله يجزيه على حسناته في الآخرة. القرآن يا إخوة مع المؤمن في دنياه ومعه في آخرته. هذا الرجل الذي قيل له اقرأ وارتقي لما تفتش في حال دنياه كان مرتبطا بالقرآن، ولهذا القرآن لم يتخلى عنه يوم القيامة فرفعه درجات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة في صحيح مسلم لما ذكر سورتي البقرة وآل عمران قال تأتيان كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبها، تدافع عنه، لأن القرآن لا يمكن أن يترك صاحبه. أبو بكر ابن عبد الله المزني من التابعين كان يقول من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. رجع الفضل إلى كتاب الله. ولهذا والله يا إخوة بين أيدينا كنز عظيم. ما أسرع أيام الشهر وما أقصر أيام العمر. تمر أيام عمرنا بشكل مخيف مرعب كالبرق الخاطف دون أن تنظر أحد. ما إن ننام حتى نستيقظ، وما إن نستيقظ حتى ننام، وما إن نصلي الجمعة حتى تأتي جمعة ثانية وثالثة ورابعة، وما إن نودع عام حتى يأتي عام جديد. البارحة كنا صغار ثم دخلنا في 20 و30 و50 و60، مرت كلمح البصر. عمرنا يمضي في طرفة عين والناس في غفلة. أقوام يأتون وآخرون يرحلون، وكل جيل يرحل على عجل ويسلم الراية للجيل الثاني دون أن يحقق ربع أحلامه. نبني أحلامنا من رمال ونصنع أوهامنا من قش، ونقلق على مستقبل قد لا نعيشه، ونتعب في جمع أموال قد لا نصرفها، ونبني بيوتا قد لا نسكنها، وأعمارنا تتفلت وتتهرب من بين أيدينا ولا نستطيع الإمساك بها. ولو أنفقنا بحجم جبال الدنيا ذهبا لن نستطيع إرجاع عمر قد ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كساعة. ويسأل الله عز وجل يوم القيامة المفرطين بأعمارهم الذين أذهبوا حياتهم، الذين يقولون جئنا إلى الحياة مرة ودعونا نفعل ما يحلو لنا. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يسألهم الله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه الحياة التي عاشوها بجمالها ورونقها وطولها وعرضها، وظنوا أنهم سيخلدون فيها، ما هي في زمان الله إلا كيوم أو أقل من يوم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فعمرك قصير وزادك قليل وخطرك كبير، وما أنا وأنت والله إلا أيام، وما أسرعها من أيام وها نحن نراها. لا تبقي الصغير صغيرة، ولا الصبي صبية، ولا الفتية فتية، ولا القوية قوية، ولا الجميلة جميلة، ولا السعيدة سعيدة، ولا الحية موجودة. سرعة الأيام تقلب أحوالنا وتنفض صحتنا ونحن نضحك. سرعة الأيام تدفن أحلامنا وتأخذ أحبابنا ونحن نضحك. سرعة الأيام تقرب آجالنا ونحن نضحك. فتداركوا أعماركم عباد الله، واملأوها أعمالا صالحة. صلوا أرحامكم، ألقوا السلام، توددوا إلى جيرانكم، تسامحوا، تحاببوا، توادوا، اقرأوا القرآن، رددوا مع الآذان، حافظوا على صلواتكم، حصنوا أنفسكم، صوموا، سبحوا، استغفروا، كبروا،
تصدقوا، اصدقوا الله، اصدقوا مع الناس، طهروا قلوبكم، أكثروا من الصلاة على نبيكم عليه الصلاة والسلام، وعلقوا قلوبكم بالآخرة. قال الإمام علي اللهم ارضى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعصر قسم من الله، ما جوابه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.